السلام عليكم. بارك عواشركم، دخل عليكم هاد رمضان بالصحة والعافية وراحة البال إن شاء الله. وهاد الشهر راه شهر الغفران، شهر التسامح، واللي مخاصم شي حد يتصالح معاه وتكون صلة الرحم، ونحاولوا ما أمكن نديرو كونطرول داك الغضب السريع وهذا نحاولوا نحيدوه منا، وإن شاء الله بيكون غير خير. وهذا رمضان هذا بالضبط كيكون ديال الله، كلشي ديال الله، لكن هذا تيقول لك كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي، يعني هو اللي كيحاسبنا عليه. وعندنا 11 شهر، يعني جات على شهر نحاولوا ما أمكن يكون نراجعوا نفوسنا ونتابعوا الأمور اللي ما كناش منتبهين ليها. المهم بلا ما نطول عليكم ندخلوا في القصة. أنا سميتي خديجة، كنعيش في مدينة الدار البيضاء في المغرب. عايشة أنا والوالدة ديالي، جوج خوتي صغار مني، ولاد أختي صغيرة، يعني أنا الكبيرة. الحمد لله. الوالد والوالدة ديالي ما قصروش من جهدهم باش يربيونا، وكان الوالد الله يرحمه مات خلانا يعني مستورين، كابر وشرا الدار، واخا كان كيخلصها شوية بشوية، ولكن الحمد لله ما مات حتى كانت الدار يعني مكملها بالكريدي وبداكشي اللي كان كيجمع. هو كان موظف، داكشي باش خدا كريدي وباش يكمل الدار. الوالدة ديالي هي كانت كطيب وكتصاوب الحلوى، وكان عندها كليان ديالها باش كتعاون الوالد ديالي، وكانت تمشي مثلا تطيب في العراس، مناسبات، جنازة، أي حاجة. المهم كانت كتمشي تجيب داكشي اللي قسم الله، كتعاون الوالد، وكانت المسيرة غادية. أنا باش مات الوالد خلاني يلاه في الكلية باقي ما كملتش، ما خديتش لا ليسونس، ما بقى ليا والو، وخلى خوتي اللي صغار مني باقي نتا هما تيقراو، اختي الصغيرة. كنا عايشين بقاو غاديين بنفس النمط. خوتي وصلوا للباك، الاول خدا الباك وما كملش، الثاني من بعد منه خدا الباك وما كملش. كما كنقولوا التربية كتكون في الدار شكل وفي الزنقة كتكون شكل آخر. خوتي تعاشروا مع دراري خايبين من بعد ما مات الوالد. انا ملي خديت لا ليسونس خدمت في شركة، وتبارك الله يعني كان عندي صالير زوين وداكشي. الوالدة قلت لها صافي انتي غير جلسي، يعني بزاف عليها. داكشي اللي كتاخد من المنضة ديال الوالد وداكشي اللي كان نجيب وكنا عايشين. لكن خوتي ما حمدوش الله. المهم كيخرجوا ولاو تيكميو، ولاو كيديروا داكشي الخايب، كيجيو للدار كيدابزوا معانا. واحد فيهم يدو خفيفة، يعني ما يمكنش نحطوا الحاجة ونلقاوها في بلاصتها. كانت المدابزة مخاصمة، عيات الوالدة ديالي ما ترد بيهم، يعني الوالد اللي كان يعني واقف وهذا الله يرحمه ويوسع عليه. حنا يعني هدونا، كيخافوش منا، كيجيبوا لنا المدابزة. كيديروا مثلا يوقفوا على شي حد برا ياخدوا ليهم سرقوهم. كانت الوالدة مسكينة تمشي تفكهم مرة على مرة، ولا بغا يهديهم الله. جا رمضان، جا رمضان كأن دوك الدراري صايمين بالجميل. واحد فيهم هذاك تيصوم ما كاين كيدابز، يخرج يدابز في الزنقة، يجي يدابز في الدار. الاخر
واخد طريق قصيرة، هذاك ما تيصومش كاع، ولكن مخبي علينا وملي يجلس في الفطور يجلس هو الأول كأنه صايم. عيات الوالدة تنهي فيهم ما حشموش. كنا ملي نحطّو الفطور ينوض الغوات على الفطور، ما حنا من الفاطرين، ما كيعجبهمش كاع داك الشي اللي كيتحط، كأنهم هُما تيتقداو وكيجيبوا لينا وحنا اللي ما كنطيبوش. يدابزوا مع أختي، حنا في الأول هاداك اللي ما كيصومش ما كناش كنعرفوا، ما كناش عارفين في الأول، نجي أنا من الخدمة كنلقى أختي وجدات شي حاجة وقدّتها، في الأول كنت كنشك فيها، لأن ملي يقرّب الفطور نخرجوا من الكوزينة غير شوية كنجيو نلقاو داك الشي ناقص، ندابز أنا وياها نتخاصموا، الوالدة تبقى تقول ليها غير قولي لها كتفطري كتقول ليها راه أنا ما كنفطرش. واحد النهار حصلناه، الوالدة بدات كتغوت وداك الشي، وهو خرج والمهم دار مصائب في الزنقة وجا، المهم بزاف. الوالدة هي تبرى فيهم، جاو خوالي ما تيخافوا منهم، جاو عمامي ما كيخافوا منهم، يعني هاد الدراري بزاف حتى حاجة ما هداتهم، رمضان ما خلاوناش نصوموا على خاطرنا. واحد النهار أنا زعفت، يعني قلت ليه أنت أنا أختك الكبيرة ما كتحترمنيش ما كتحترمش يمك، هادشي على الفطور، داكشي اللي حاطين في الفطور ما عجبوش هوايا، ناض كيدابز معايا، ديك اللي تندابزو أنا وياه، وقفت وهو بديك خفت اليد ضربني، أنا طحت على الحيط، وني ما قلتلكمش أنا مريضة بالسكر، ديك اللي ضربني صافي غيبت، وهو تخلع بحال توعى براسو شنو دار، صحابو أنا مت، بقى كيغوت تينوض فيا سمحي ليا هادي، نضنا فطورنا ما هو فطور، داوني للطبيب للسبيطار، عاد داروا ليا دوك الإسعافات الأولية، عاد نضت وجينا للدار. سبحان الله بحال جا العفو بديك الضربة، ملي جاو تفقدوا راسهم جاو تيعتذروا، عاد جات الوالدة شافت واحد السيد الإمام ديال الجامع جابتو، جا هضر معاهم وعاهم، قال ليها أنت دابا كنتي غادي تمشي تغرق في حباس، قاتل اختك ومع سيدي ربي أنت صايم بالجميل، قال لي وأنت كتاكل رمضان شمن حياة عندكم. والحمد لله هذيك كانت سبب أنهم تراجعوا ونعلوا الشيطان وتسامحوا معانا، ورجعت حياتنا شوية مزيان، جلسوا واحد المدة عاد باش خدموا، يعني ماشي ديك الساعة، يعني بقاو مدة شوية عاد خدموا، والحمد لله. هذه هي قصتي، كنت بغيت نعاودها لكم، لأن حاجة ما كتستاهل، ورمضان نعلو فيه الشيطان، وصوموا صيامكم، راه عندكم 11 شهر ديالكم، وشهر تعبدوا فيه، ربما تزيدوا شي حاجة في الدين، تعلموا حاجة جديدة، وفي الآخر نقول لكم شكرا لكم، واللي ما مشتركش يشترك، واللي مشترك مرحبا به حتى هو، وما تنساوش بالبصمات ديالكم وبالتعاليق ديالكم، ونخليكم على خير، وفي القصة الجاية إن شاء الله قصة جديدة، خليتكم على خير.